يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم وصفة الدجاج بدخلها الفرن. الوصفة هذه مرة طعمة ولذيذة، قدمتها مع الرز الأبيض، تقدروا تقدموها مع الخبز إذا حابين. نشوف طريقتها مع بعض. أول خطوة عندي شرايح من البصل، أحمسها بالزيت لغاية ما يبدأ يتغير عندي لون البصل. أنزل عليهم الفلفل الرومي والفلفل الأخضر الحار، طبعا هذا اختياري على حسب الرغبة. بعد كذا أنزل عليها فصين أو 3 فصوص من الثوم وأحمسهم. بمجرد ما تختفي عندي نكهة الثوم ونكهة البصل أنزل عليها الدجاج، يكون عندي مغسل ونظيف ومصفى مضبوط. أنزلها على المكونات وأنزل عليها تشكيلة من البهارات. أنا حطيت بهار كاري و7 بهارات، فيكم تحطون البهار اللي أنتم تفضلوه. وأحمس المكونات على بعضها البعض. أنزل عندي قطع الدجاج وأحط على باقي مكونات الطماطم الحبوب وملعقتين من معجون الطماطم، وأغطي عليهم وأتركهم يتسبكوا لمدة ربع ساعة. المكونات بعد ما تسبكت أضيف لها علبة من الزبادي وعصرة نصف ليمونة، وأحرك المكونات كلها على بعضها البعض، وأرجع الدجاج مرة ثانية على الخليط اللي عندي، وأضيف لها موية مغلية، وأترك المكونات تخلط وتستوي معانا الدجاج. في الحالة في الوقت هذا يكون عندي الوصفة خلاص صارت جاهزة، ولكن أنا حابة أضيف الخضار، فبالتالي راح أضيف لها البطاطس، وفيكم تضيفون أي خضار أنتم حابينها. واترك المكونات تخلط وتتسبك مع بعض، ويستوي البطاطس ويستوي عندي الدجاج. حطيت وصفتنا في الصينية ودخلها الفرن من فوق وتحت بس تكمل الاستواء وتكون معنا جاهزة. وصفتنا وصارت جاهزة وقدمتها مع الرز الأبيض. هني وعافية.